بالضبط؟ علاش العادة بالضبط؟ جاية من منطلق شرعي ولا جاية مثلا عنده أصول من السكان المحليين ولا جاية من عادة مثلا عبرية ولا؟ لا، هي عادة من البحر المتوسط الإغريقية رومانية، وتونس احتلوها هذوما والبرابرة كانوا يحتفلوا بها وما زالوا يحتفلوا بها في تزيوز وفي المغرب إلى الآن، لكن مش بطريقة تستور يعني بالملوخية والعظام وهي ليست طريقة شرعية، ولكنها تبركا بدخول العام الجديد، لأن توفى الليالي السود فيها، والليالي السود فيها هي 20 يوم ليالي بيض و20 يوم ليالي سود و10 أيام العزارة، ويجيو بعدهم قرة العنز. فك الفترة هذيك يتم التلاقح في الأزهار، ويتم الرياح تجيب زاد السحب وتجيب الأمطار، وبعدها يجي مارس بطبيعة ومطر مارس يذهب خالص. فهي انطلاقة لسنة فلاحية يتمناوا أنها تكون ناجحة، وهي عادة في البحر المتوسط فقط، مش موجودة في غير المناطق هذه، موجودة في اليونان، موجودة في إيطاليا، موجودة في المغرب والجزائر وتونس. الله يبارك لك. عايشك بارك الله فيك. الله يكرمك. باهي نسألك السؤال الأخير، علاش فما مثلا كما جامع الرحبة الرحيبة السمعة ما فماش أخر السمعة؟ هاي تستور وقت اللي أول ما تعمل فيها 14 مسجد، وفي الحرب العالمية الثانية وبالأخص في وسطها سنة 1942 وقعت زوز معارك كبرى في تونس بين الحلفاء والمحور. المعركة الأولى في خط مارث، المعركة الثانية في سهول مجاز الباب اللي منها تستور. والمعركة هذه كانوا الاثنين يقنبلوا، الاثنين من لا سواء هذا من المحور أو الحلفاء، ويقنبلوا على بعضهم في الأماكن المتسعة لترفع أكثر جنود، ويعرفوا أن الجنود يتخباوا في الأماكن الدينية أكثر من غيرها، وتوها حتى في العراق وفي سوريا الأماكن الدينية هي اللي تتضرب قبل غيرها عكس المعاهدة. أيوه، فهو ديما يفهم المعاهدة راهي معناها العكس نتاعها هو اللي تقنبلت معظم المساجد تاع تستور. من حسن الحظ أنه الجامع الكبير اللي هو فريد من نوعه في العالم الإسلامي على الإطلاق واللي يجمع المذهبين الحنفي والمالكي ما تقنبلتش، وتقنبلت مجموعة من المساجد الأخرى بما فيها صومعة، هذيك اللي تو موجودة في تستور بدون قباب أو بدون جامور يتسمى، فهذيك تسمى نظفناها ورتبناها قدر المستطاع، وممكن باش نزيدوا نحسنوها ونعملوا لها جمهورها، خاصة وأنه بعض المساجد وخاصة جامع الرحيب اللي سألتني عليه تصويرته ما زالت موجودة، يعني نجموا نرجعوه كما كان. شكرا ربي يبارك فيك. الله يعيشك. عايشك. سلام.